بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين معكم ونقل مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين لموسمه الثاني. طبعا أتكلم عن مباراة مهمة للفريقين وخاصة للفريق الضيف فريق النجف الذي يستضيف الكهرباء في ملعب النجف الدولي بقيادة هذا الحكم مهند قاسم حكم الدولي، ويساعده حكم أول واثق مدلل وحكم ثاني صفاء جاسم، وحكم رابع حامد علي، وحكام غرفة الفار زيد كريم وكرار عبد الكريم. ولي كريم مدرب نادي النجف يبدأ بتشكيلة اللقاء: سرهيك محسن، فابرس ماجنم، علي فاز، أحمد مكنزي، محمد جاسم، علامة ودومينيك مندي، محمد صالح، محمد قاسم، اياي بليف، يونس حمود. وهنا صفرت الحكم مهند قاسم تعلن عن بداية هذا اللقاء الذي يستضيفه ملعب النجف. وطبعا يعني جماهير النجف قليلة جدا تحضر لهذا اللقاء، أكيد زعلانة جماهير النجف، وأكيد من حقها تزعل على النتائج الغير جيدة لنادي النجف. أتكلم عن آخر 5 مباريات نادي النجف لم يحقق الانتصار ولم يسجل أي هدف. طبعا نادي الكهرباء بقيادة المدرب راضي شنيشل يبدأ في حراسة المرمى: امجد رحيم، خضر علي، محمد دلاع، علي خالد، حسام كاظم، خميس المعواني، حيدر عبد الكريم، راوان ريبيرو، محمد سويد، نهاد محمد، وأمور فيصل. هذا ولي كريم. مباراة مهمة جدا لمدرب نادي النجف ولي كريم الذي سبق وأن قاد نادي الكهرباء في هذا الموسم في بداية الدوري. سوف يتكلم عن النتائج التي حققها ولي كريم في قادم الدقائق. مهند قاسم منذ البداية يعلن عن الحزم، يعلن عن الانتباه والتنبيه للاعبين وخاصة داخل منطقة الجزاء، وركنية لمصلحة نادي النجف. مكنزي يلعبها لمندي، مندي لمكنزي، مكنزي يلعب الكرة، قطعت من عند عبد الكريم، عادت مصلحة نادي النجف، كرة الخطيرة مهاوي، تصويبة أولى لمصلحة نادي النجف من على مهاوي، لكن هناك راية وتسلل حسب إشارة الحكم الأول واثق مدلل. وهنا شاهد تصويبة اللاعب على مهاوي التي ذهبت سهلة. راضي شنيشل الذي لديه تجارب عديدة وكبيرة، يعني نتكلم عن مدرب درب الأربعة الكبار، 4 أطراف العاصمة، أتكلم عن أقطاب العاصمة، الشرطة، الزوراء، القوة الجوية، الطلبة، وأيضا درب الفريق الثاني هنا في محافظة النجف الأشرف. أتكلم عن نادي النفط الوسط، درب في عام 2016، وبالتالي هو يأتي الآن إلى النجف، لكن ليس مدرب النفط الوسط ولا مدرب نادي النجف، وأنا مدرب إلى نادي الكهرباء، إلى البرتقالي الذي قادم نادي الكهرباء القادم من فوز على القاسم هناك في ملعب الزوراء في العاصمة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما النجف القادم من تعادل سلبي أمام نفط البصرة هناك في البصرة. وبالتالي النجف يبحث عن انتصار طال انتظاره، وأيضا يتكلم عن عدم تسجيل الأهداف خلال آخر 5 مباريات نادي النجف لم يسجل أي هدف، تعادل في مباراتين تعادل سلبي، وخسر 3 مباريات أيضا، وهذه المباريات ال5 لم يسجل أي هدف. أتكلم عن 450 دقيقة لم يسجل أي هدف. هل ينجح اليوم بكسر هذا النحس وتسجيل أول أهداف بعد 5 مباريات شحيحة لم يستطيع لا المدافعين ولا المهاجمين ولا لاعبي خط الوسط بتسجيل أهداف؟ كرة الآن لمصلحة نادي النجف، علي فاز قلب الدفاع يلعبها لأياي، علي فاز من جديد، هدوء في المباراة. تكلم عن 4 دقائق أولى، يحاول نادي النجف السيطرة ويضغط لاعبين نادي الكهرباء على مراحل. أمور فيصل يحاول من أمام ماجنم، شاهد الضغط الآن من نهاد، وهنا تمريرة طويلة وعالية وخروج للحارس أمجد رحيم. وهل هناك خطأ مع يونس حمود؟ لا وجود الخطأ، الحكم مهند قاسم يعطي الادفانتج، يعطي الأفضلية. هنا التمريرة وإلى الخارج التمريرة من اللاعب
خضر علي، هذا هو ولي كريم، ضغوطات كبير. تكلم عن نادي النجف في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة من 9 انتصارات و11 تعادل و13 خسارة. سجل 31 هدف واستقبل 32 هدف، بينما نادي الكهرباء له أفضل حالة في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، 11 انتصار 11 تعادل و11 هزيمة. سجل 32 هدف واستقبل 34 هدف. يعني نتكلم عن المراكز، لا المركز الخامس عشر مركز لا يليق تماما بنادي النجف، ونعرف النجف هذا النادي الكبير، النادي الذي سجل إضافة إلى الدوري العراقي منذ مشاركته الأولى في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. والنجف يشارك بانتظام في الدوري العراقي بمختلف المسميات، دور الممتاز، دور النخبة، والآن دور الدرجة الأولى. أيضا في سنة من السنوات تم تسميته، لكن الآن تسمية دور نجوم العراق للمحترفين. والنجف أيضا يشارك، يعني أكيد نجف يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، خلفه آلاف مؤلفة من الجماهير. محمد قاسم هداف الفريق يلعب الكرة لمهاوي، مرت على مهاوي وإلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. أتكلم عن هداف نادي النجف محمد قاسم، رصيده 8 أهداف. حال جماهير النجف أو لسان حال جماهير النجف تقول أين أيامك يا علي هاشم، الهداف التاريخي لنادي النجف وأيضا النجفية. أيضا مثل منتخبنا الوطني لفترة من الفترات. كرة الآن قطعت، رابيرو البرازيلي، تمريرة لسويعيد، قطعت من مهاوي، يضغط أموري، وهناك خطأ لمصلحة نادي النجف. شاهد اللقطة، خطأ لمصلحة نادي النجف. يلعب الخطأ فابريس إلى علي فاز يحاول يتقدم من جهة اليسار، يضغط عليه نهاد محمد من جديد لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم، ميندي لاعب مهم جدا، ميندي يعني أعتقد ميندي صعب جدا يبقى مع نادي النجف في الموسم القادم. على مهاوي يحاول الحق بالكرة وهنا التمريرة، لكن هناك راية وتسلل على علام هاوي للمرة الثانية. علام هاوي يقع في مصيدة التسلل. شاهد الكرة الطويلة كانت من محمد جاسم، وعلام هاوي في موقف التسلل بإشارة الحكم الدولي، الحكم المساعد الأول واثق دلاهي. يلعب الكرة الطويلة باتجاه نادي محمد جاسم راسية، وصلت لعلي فاز. ثلاثي قلب الدفاع، نعم 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع بالنسبة لنادي النجف، محمد جاسم الكابتن، وعلي فاز، وفبرس ماغنم، لإعطاء الحرية للأطراف لعلام هاوي وماكنزي. نعم يمتلكون مواصفات هجومية، وخاصة ماكنزي الذي يمتلك 3 أهداف. ماكنزي مدافع اليسار متواجد بالتشكيلة الأساسية. حسام كاظم لاعب بالخبرة والتجربة الكبيرة، يلعب رمية جانبية عالية، هنا راسية نهاد، لكن لا وجود للمتابعة من أي لاعب من لاعبين هذه الكهرباء. عادة سهل الحارس سرهينك أيضا من حراس الخبرة، وسبق وأن فاز بلقب الدوري العراقي رفقة نادي أربيل. هنا إياي نيجيري يحاول التمرير، لكن قطعت من دلاهي، عادت لحيدر عبد الكريم يحاول المرور والتمرير، لكن أيضا قطعت الكرة وعادت لمصلحة نادي النجف. محمد صالح، نادي النجف تمريرات لغاية الآن هدوء في أرضية المباراة. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، لا نريد أن تتكرر هذه النتيجة ما بين النجف والكهرباء. علام هاوي لفابرس، المتقدم إلى إياي، تمرير يونس، لكن أقرب لأمجد رحيم. يونس حمود الذي يلعب أساسيا في مباراة اليوم، هذا هو المهاجم الطويل، يمتلك كرات رأسية دقيقة جدا. يونس حمود
شاهدناه كيف سجل الهدف الثالث في مرمى نادي طبعا نادي كربلاء. هدف الفوز كان في الوقت القاتل. سويعيد تغيير اللعب هناك باتجاه راوان ريبيرو من الموريتاني البرازيلي يحاول من امام ماكنزي، لكن ماكنزي يتفوق وقطع للكرة. عادت مصلحة نادي النجف. 10 دقائق مرت من احداث اللقاء، سيطرة واضحة لمصلحة نادي النجف، لكن الخطورة لا وجود للخطورة. نعم هناك محاولات لكن لم نشاهد الخطورة. اما نادي الكهرباء لغاية الان لم يهدد باي محاولة. مرمى نادي النجف مندي الى محمد قاسم، وهناك خطأ. هناك خطأ على المعواني، خطأ على خميس المعواني لاعب التونسي. هنا الإعادة ما بين مندي والمعواني، والخطأ موجود. الحكم قريب كان مهند قاسم. خطأ لمصلحة نادي النجف، هذا هو خميس المعواني. من على لعب الخطأ. كرة الآن أحمد مكنزي مع علام هاوي، لاعبي الطرف بالنسبة لنادي النجف، طرف يسار وطرف يمين. علام هاوي ومكنزي، تلعب الكرة من مكنزي عالية داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية والمتابعة متأخرة من يونس حمود، متابعة متأخرة من يونس حمود وأمجد رحيم أقرب للكرة. حيدر لأموري فيصل، أموري فيصل تمريرة جميلة من أموري إلى نياد إلى حيدر. حيدر لعب الكرة الأمامية لكن لم تأتي كما يشتهي، لم تأتي كما يريد في هذه الكرة. حاول لعب الكرة حيدر من اللمسة الأولى باتجاه راوان ريبيرو لكن لم تصل، وصلت إلى الخارج، ركلة مرمى. محمد جاسم مصلحة نادي النجف. مندي النجف تلعب الكرة عالية وطويلة باتجاه علام هاوي. علام هاوي استلام للكرة، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مرة تعدت. هنا اياي كرة خطيرة لمصلحة نادي النجف، لكن اياي بليف لم ينجح بوضع الكرة في شباك أمجد رحيم. شاهد استلام الجميل من علاء والتمريرة وتحضير الكرة من يونس لإياي، وإياي كانت تصويبة ضعيفة. نعم تصويبة ضعيفة بباطن القدم، وأمجد رحيم يسيطر على الكرة. إياي بليف أوتيمون يضيع كرة خطيرة، كرة الهدف الأول لنادي النجف، لكن إياي لم ينجح بوضع الكرة بالصورة الصحيحة، وبالتالي كرة خطيرة أولى في هذا اللقاء عن طريق نادي النجف، الأكثر استحواذا، الأكثر وصولا إلى المرمى. وخاصة الآن هذه الكرة خطيرة، كانت خطيرة وخطيرة جدا، لكن يوي بليف لم ينجح وبالتالي الكرة ذهبت سهلة للحارس أمجد رحيم الذي على ما يبدو يتعرض إلى إصابة. بالسلامة لأمجد رحيم. شاهد الإعادة، ولكن إياي بليف كان بإمكانه أن يلعب الكرة بصورة أفضل، أن يضعها على الأقل بزاوية بعيدة عن الحارس، لكن تصويبة ضعيفة وفي وسط المرمى تقريبا بأحضان الحارس أمجد رحيم. كرة خطيرة أولى كانت لنادي النجف، نادي النجف الذي يعاني من الناحية الهجومية. نعم 5 مباريات بدون أي هدف، وبالتالي الأمور صعبة جدا على النجف وعلى جماهير النجف. يعني جماهير النجف يعني رسالتها واضحة بخذ المدرجات من الجماهير. نعم حضور جماهيري قليل جدا، واضح تماما زعل الجمهور على اللاعبين، على الفريق، مركز غير لاق تماما بنادي النجف. نادي النجف الذي يعرف دائما بالمراكز المتقدمة، بالمراكز المقدمة، لكن يعني تحدث يعني الهفوات، أخطاء من ناحية
يعني أيضا يعني النتائج، سوء النتائج، اللاعبين ليس بأفضل مستوياتهم، اختيار المحترفين ليس بالاختيار الصواب، وبالتالي يعني تحدث. لكن يبقى الجمهور يجب أن يقف مع الفريق أينما ارتحل، وخاصة في هكذا ظروف اللاعبين يحتاجون للجمهور من أجل تقديم مستويات أفضل. فابرس ماغنم كرة مع النادي النجف، حيازة واضحة لنادي النجف خلال الدقائق التي مرت. فابرس أمامية إلى يونس، لكن قطعت الكرة، يحاول سويعيد مر من أمام محمد صالح بالقرب من أموري، تأخر سويعيد، عادت لسويعيد، وصلت الآن لأموري، لقطة جميلة من أموري، يلحق بالكرة سويعيد، ماذا الكرة خرجت إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي النجف ولكريم. هذا هو أموري فيصل الذي لعب الكرة بطريقة فنية جميلة. فابرس ماغنم يلعب محمد قاسم، إلى فابرس مجددا، كرة عالية، المعواني بالرأس، محمد قاسم استلام الكرة، مر من أمام حسام كاظم وإلى الخارج. الكرة طالت على محمد قاسم إلى الخارج. رمية جانبية حسام كاظم يلعبها للمعواني، وقطع الكرة من فابرس أو من ميندي إلى الخارج. رمية جانبية، هذا هو ميندي اللاعب السنغالي، لاعب مهم جدا لفريق نادي النجف خاصة على مستوى وسط الملعب. المعواني من أمام محمد قاسم يحاول المرور، طالت إلى المعواني إلى الخارج. رمية جانبية، تلعب رمية جانبية، محمد جاسم يضغط نهاد، وسرهنك يلعب الكرة العالية من سرهنك، حسام كاظم من أمام محمد قاسم بالرأس، سويعيد سيطر على الكرة من أمام علام هاوي، سويعيد يحاول المرور، سويعيد يضغط عليه لاعبين مهاوي وفابرس، سويعيد يحاول المرور لكن أيضا طالت وإلى الخارج. ركلة مرمى، كرات مقطوعة، كرات إلى الخارج من لاعبي الفريقين. هو أموري فيصل، شاهد التمريرة الجميلة من أموري فيصل، لقطة جميلة كانت. فابرس لحق بالكرة قبل أن تخرج، يمرر لمحمد جاسم، لمحمد قاسم إلى فابرس، من جديد لمحمد قاسم، تمريرات إلى ميندي، تمريرة باتجاه علام هاوي، لكن تغطية موجودة من حسام من أمام علام هاوي. حسام مبدأ الضمان والأمان، يلعب الكرة إلى الخارج. رمي جانبي، علام هاوي لا فابرس، لا علام هاوي مجددا، تمريرة لمحمد قاسم، محمد قاسم يحاول من أمام أموري، قطعة الكرة من حسام. يونس حمود لا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا، يحاول روان ريبيرو من أمام يونس حمود، ما زالت مصلحة نادي النجف. ماكنزي، روان ريبيرو يضغط بقوة، وقطع الكرة إلى الخارج. رمية جانبية لعبت سريعا لميندي، لفابرس، ماغنم، تمريرة لعلام هاوي إلى محمد قاسم، مصلحة نادي النجف، مر محمد قاسم من الأول والثاني، لكن لا وجود للخطأ. حسام كاظم للمعواني، والمعواني يلعب الكرة إلى الخارج، نعم، من أجل علاج اللاعب محمد قاسم. محمد قاسم يتكلم مع الحكم المساعد الأول واثق مدلل، يقول كان هناك خطأ، يعني شاهد اللقطة، هل كان هناك احتكاك ما بين المعواني ومحمد قاسم في هذه اللقطة؟ أكيد يعني هكذا حالات هي تقديرية، والحكم يقول لا وجود للخطأ، لا الحكم المساعد ولا حكم الساحة، لا مهند قاسم ولا واثق مدلل. أمجد رحيم لعلي خالد الكابتن، خضر علي يضغط لاعبين نادي النجف الى الامام. اموري فيصل سيطر على الكره، اموري تمريره خاطئه اقرب لعلام هاوي، مع الكره، وصلت الى محمد صالح، من جديد الى فابرس، الى ميندي من اللمسه الاولى لعلام هاوي، تمريره لكن تغطيه موجوده من علي خالد، تمريرات سريعه قصيره لمصلحه لاعبين نادي النجف، لكن علي خالد موجود في التغطيه وابعاد الكره
الى رمي جانبي، لعبت رمي جانبي محمد صالح داخل منطقة الجزاء، يحاول اياي لكن قطع الكرة من المعواني وحيدر عبد الكريم، تمريرة طويلة وعالية، نهاد من امام محمد جاسم، يحاول نهاد من امام محمد جاسم لكن فابرس موجود، عادت لمصلحة نادي النجف، فابرس ماغنم مع الكرة يمر لعلي فايز، علي فايز الى مندي لمصلحة نادي النجف، 20 دقيقة وفابرس ماغنم او مندي يلعب الكرة الى الخارج من اجل الاطمئنان على اللاعب نهاد محمد بعد الكرة المشتركة مع فابرس ماغنم. كان هناك خطأ في هذه اللقطة على فابرس ماغنم، لقطة نعم اليد كانت ممدودة وليس بوضعها الطبيعي، ومهند قاسم يتكلم مع فابرس ماغنم. بماذا تتحدث معه يا كابتن مهند قاسم؟ ونهاد محمد يقول لقد ضربني على الوجه. علي فاز يطمئن على نهاد محمد، اكيد الثنائي لعبوا سويه مع نادي الطلبه، عشان اللقطه نعم الخطا موجود في هذه اللقطه، الخطا موجود في هذه اللقطه على فابرس. رمي جانبي لمصلحه نادي الكهرباء، اكيد روان ريبيرو بروح رياضيه سوف يعيد الكره لمصلحه نادي النجف. المعواني ولعب الكرة للحارس سرهيك محسن بروح رياضية كبيرة، سرهيك محسن لفابرس ماغنم مجددا، مباراة هادئة تماما، نعم هادئة تماما. أخطر كرة كانت لإياي بليف، الكرة التي لعبها ضعيفة بأعضاء الحارس أمجد رحيم. هنا التمريرة ماكنزي يحاول لحق بالكرة ماكنزي لكن طالت على ماكنزي وذهبت إلى الخارج، ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. أمجد رحيم يلعبها قصيرة لعلي خالد، خضر علي يحاول خضر علي من أمام إياي، خضر علي يضغط يونس حمود من أجل افتكاك الكرة، لعبها للمعواني، المعواني لعلي خالد، علي خالد يلعب الكرة العالية الأمامية، أقرب لها علي فاز، أقرب لها علي فاز، مجدد المصلحة نادي النجف. محمد صالح، مباراة هادئة، مستوى ليس بذلك المستوى الفني عالي. نهاد محمد قطع الكرة يحاول المرور، نهاد من امام فابرس، نهاد تمريرة لأموري، أموري لحيدر عبد الكريم، أمور بمزاج عالي اليوم كرات، وانا حيدر تصويبه لكن اصطدت للحارس سرهيك محسن الذي يلعبها الى الخارج، نعم اصطدت الكرة بمحمد صالح، تصويبة حيدر عبد الكريم اللاعب الشاب الواضح على الصورة، لاعب نادي الزوراء السابق، لاعب منتخبنا الوطني للشباب. شاهد أمور فيصل واللقطات الفنية الجميلة. أمور فيصل لا اليوم المزاج عالي وعالي جدا. شاهدنا لقطة فنية أخرى من أمور فيصل كابتن منتخبنا الوطني للشباب الذي كان طبعا الذي كانت له مشاركة في البطولة الآسيوية، لكن للأسف خرجنا من دور الثمانية أمام الكنغارو الاسترالي الذي حقق لقب البطولة بقيادة العمدة عماد محمد. سرهنك إلى فابرس ماغنم، فابرس التوغولي إلى محمد جاسم، من جديد لمحمد صالح في وسط الملعب أمامية لإياي، إياي سيطر على الكرة، إياي بليف تمريرة لعلام هاوي، علام هاوي يلعب الكرة من جهة اليمين، على يحاول المرور والتصويب واصطدت به يونس حمود، وراية وتسلل على يونس حمود، نعم كان متسلل هنا يونس حمود، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. لاعبين نادي النجف يعني هذه اللقطة الثالثة خلال 24 دقيقة غير متسلل علام هاوي في هذه اللقطة. التسلل كان على يونس حمود
حيدر عبد الكريم إلى محمد سويعيد، سويعيد لحسام، حسام كاظم، تمريرات قصيرة لمصلحة نادي الكهرباء. دلاهي وصلت إلى خضر علي، تدرج بالكرة من اليسار إلى اليمين. خضر علي، خضر مع الكرة، علي خالد من جديد إلى دلاهي. خميس المعواني، المعواني لحيدر، خميس مجددا. دلاهي تمريرة طويلة وعالية باتجاه روان ريبيرو، رأسية ماكنزي إلى نهاد، نهاد بالقرب من أموري فيصل، نهاد يمر لأموري، أموري يحاول المرور، تمريرة لنهاد مجددا، نهاد يلعب الكرة لكن اصطدت بعلي فاز، اصطدت بعلي فاز إلى الخارج، إلى الخارج. ركلة ركنية. 25 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراق، والتعادل السلبي لغاية الآن. نعم، هنا اللقطة التي كان فيها متسلل يونس حمود، تعادل سلبي لغاية الآن. هذه المباراة تأتيكم ضمن مباريات الجولة 34 من دوري نجوم العراق، التي انطلقت هذه الجولة يوم أمس بثلاث مباريات. النفط تعادل سلبي مع نفط ميسان، تعادل نوروز ونفط البصرة هدف مقابل هدف، وفوز الشرطة على الدالة هدف مقابل لا شيء. ركنية الآن، روان ريبير يلعب الركنية وخروج من سرهنك، خروج خاطئ من سرق محسن، لكن من حسن حظه، من حسن حظه لا وجود لمتابع لنادي الكهرباء، او ايضا خميس المعواني، خميس المعواني او حيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم لم يستطيع لعب الكرة بالصورة الصحيحة وذهبت الى الخارج، لكن خروج خاطئ من سرهنك محسن. يحاول الان محمد او يونس حمود والى الخارج، الى الخارج. رمية جانبية، الكرة خرجت كثيرا سواء ركلة مرمى او رمية جانبية. امور فيصل لحيدر عبد الكريم، حيدر بدأ نادي الكهرباء باستلام الكرات، بدأ الوصول الى منطقة جزاء نادي النجف. يحاول خضر علي الى روان، روان مر من امام ماكنزي، روان ريبيرو ما زال يحتفظ بالكرة، يلعب الكرة، اصطدت، عادت الى اياي الى ماكنزي لمصلحة نادي النجف امامية، لكن قطعت من خميس المعواني الى الخارج، الى الخارج. رمية جانبية. هذا هو خميس المعواني اللاعب التونسي القادم من الدوري التونسي. اياي يلعبها لماكنزي، لا وجود للاداء السريع في هذا اللقاء لغاية الآن. محمد إلى ميندي، إلى محمد مجددا. يحاول فريق النجف أن يحتفظ بالكرة والتمريرات القصيرة ومن ثم التمريرة إلى الأمام. ميندي يلعب إلى فابرس ماغنم، فابرس، محمد جاسم. لغاية الآن النجف لم يجد المساحة من أجل اختراق الدفاعات، لا وجود للخطأ. مهند قاسم قريب، عادة مصلحة نادي الكهرباء، يلعب على الهجوم المرتد. روان ريبيرو إلى أموري فيصل، أمور إلى نهاد، إلى أمور 1-2، وصلت لحيدر، حيدر إلى سويعيد، سويعيد يحاول نادي الكهرباء، نادي الكهرباء مع محمد سويعيد إلى حيدر، إلى المعواني مجددا. تمرير الحسام كاظم المنطلق من جهة اليسار، حسام لأموري، أموري لكن علام هاوي، قاطع الكرة من علام هاوي، علام هاوي الذي سبق وأن لعب مع نادي الكهرباء في بداياته. هذا هو علام هاوي، مثل الكهرباء في بداياته، مشوار طويل لاعب منتخبنا الوطني السابق علام هاوي، لعب للشرطة، الزوراء، لأربيل، وأيضا انطلاقته كانت مع الكهرباء. أمور فيصل إلى حسام، يلعب الكرة هنا الراسية لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما الراسية من سويعيد الواضح على الصورة إلى الخارج، إلى الخارج. محمد سويعيد وركلة مرمى. محمد جاسم لفابرس. يعني فريق النجف يلعب تمريرات كأنك تشاهد الفريق بحصة تدريبية. نعم، لا وجود للسرعة بالتمرير، لا وجود للسرعة بالتمرير، وخاصة فريق النجف يعني قريب من المركز 18، قريب من المركز 18. يعني ايه
أتكلم عن آلية الهبوط، يعني بعد التحديث الأخير للائحة الدوري سوف أتكلم عن اللائحة للهبوط. نعم، خرجت الكرة إلى رمية جانبية، يعني صاحبي المركزين الأخيرين المركز 19 ومركز 20 يهبطان إلى دور الدرجة الممتازة، وصاحب المركز 18 يلعب مع ثالث دور الدرجة الممتازة. الفائز يلعب في دور نجوم العراق، والخاسر يلعب في دور الدرجة الممتازة. وبالتالي نادي النجف ليس بعيد عن هذا المركز، مركز 18 الذي يحتله نادي ديالى في المركز 18. طبعا أتكلم عن الآلية، عن آلية الهبوط. بالتالي نادي النجف يحتاج إلى أي نقطة، يحتاج إلى أي انتصار من أجل ضمان البقاء في الدوري، في دور نجوم العراق للموسم القادم. تكلم عن صاحب المركز 18 فريق نفط البصرة، وديالى صاحب المركز 17 الذين يتنافسان على المركزين 17 و 18، ومن ثم الميناء ومن ثم النجف. يعني النجف 38، الميناء 36، ديالى 32، ونفط البصرة 29. وبالتالي النجف ليس بعيد عن الخطورة. روان ريبيرو إلى خضر علي، تمريرة وقطعت من علي فائز إلى الخارج. لعب الكرة العرضية من خضر علي، لكن علي فائز موجود في التغطية. روان ريبيرو يلعبها لخضر علي، لكن علي فائز، وابعاد الكرة عادت الآن لمصلحة نادي النجف. رمية جانبية، علي فائز إلى ماكنزي وصلت إلى دلاهي، أمجد رحيم أمامية من أمجد، هنا الرأسية من خضر، لكن أقرب لعلي فائز محمد صالح يعال فريق النجف. محمد قاسم البعيد تماما عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس، جول يونس حمود يكسر الجمود ويسجل هدف للنجف، هدف بعد طول انتظار، هدف بعد 5 مباريات و32 دقيقة، بعد 482 دقيقة. يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار بعد صيام طويل من تسجيل الأهداف لغزلان البادية. عادة الغزلان للتسجيل، عادة الغزلان لهز الشباك مجددا بعد 482 دقيقة. يونس حمود يسجل في الدقيقة 32 لمصلحة نادي النجف هدفه الثالث في الدوري، بعدما سجل في مرمى الحدود وفي مرمى كربلاء، الآن يسجل في مرمى الكهرباء. يونس حمود يكسر الجمود، يكسر النحس الذي رافق نادي النجف في ال5 مباريات عندما لم يستطيع أن يسجل، والآن يسجل فريق النجف عن طريق يونس حمود بعد وقت طويل جدا. الكهرباء، هل نشاهد ردة فعل؟ تكلمت عن الخطورة ومصدرها هو محمد قاسم، وتمريرة محمد قاسم الجميلة ليونس حمود الذي قاتل على الكرة. حيدر عبد الكريم يلعبها باتجاه نهاد محمد، أو هذا روان ريبيرو يلعب الكرة العالية باتجاه سواعيد، طالت على سواعيد على مهاول الابعاد. اكيد المباراة الآن سوف تأخذ طابع ثاني المباراة. خلاص شاهدنا
الهدف الأول لمصلحة نادي النجف. ولي كريم بعدما استقال من تدريب نادي الكهرباء والآن مع النجف في هذا الموسم، يعني هو اللي درب الكهرباء في بداية الموسم لغاية الأسبوع السابع عشر، حقق 5 انتصارات 6 تعادلات و6 هزائم، سجل الفريق 17 هدف واستقبل 16 هدف. لكن الآن مع النجف هو استلم الفريق ب4 مباريات، هذه المباراة الخامسة، تعادل في 2 وخسر في 2، لم يسجل أي هدف واستقبل 4 أهداف. تلعب الكرة لمصلحة نادي النجف، فابرس إلى محمد قاسم، محمد قاسم مر محمد قاسم، عدى محمد قاسم لكن طالت علي خالد موجود في التغطية، لعب الكرة الأمامية، نهاد محمد سيطر على الكرة، مرور جميل من محمد صالح يبحث عن السرعة فريق الكهرباء، وصلت الآن لمن؟ محمد سويعيد، يلحق بالكرة محمد سويعيد، بالقرب منه فابرس، مر محمد سويعيد وهناك خطأ واضح لمصلحة نادي الكهرباء بعد مرور محمد سويعيد من أمام فابرس ماغنم. شاهد كيف مر سويعيد بالمهارة، يا حبيبي من بين الأقدام يا حبيبي، شاهد المرور الجميل من فابرس ماغنم، من أمام فابرس ماغنم لمحمد سويعيد، وخطأ. أمور فيصل المتخصص بالكرات الخطيرة، المتخصص بهكذا كرات، دائما هو مصدر الخطورة. يحاول الآن أمور فيصل، يحاول نادي الكهرباء بردة فعل سريعة من أجل تسجيل التعادل. أمور فيصل لعب الكرة لكن إبعاد من إياي المتراجع إلى الخلف من أجل الدفاع، من أجل الحفاظ على نتيجة التقدم. هنا قطع الكرة، الهجوم المرتد السريع، يونس حمود بالقرب من محمد قاسم، يلعب محمد قاسم، يلعب الكرة ابعدت في اللحظة المناسبة من روان ريبيرو المتراجع في هذه اللحظة، وأكيد كل التصفيق من أمجد رحيم لروان ريبيرو الذي أبعد الكرة الخطيرة من نادي النجف. وهنا محمد قاسم الذي افتك الكرة من أمام حسام كاظم، وهجوم مرتد سريع، لكن روان ريبيرو العائد بسرعة. تلعب الآن رمية جانبية لمصلحة نادي النجف، على مهاوي إلى محمد قاسم، يلعب الكرة العرضية، هنا الرأسية مرت وعدت من أياي بليف من أوتيمون النيجيري الذي حاول لعب الكرة في الزاوية الصعبة على أمجد رحيم، لكن مرت بجوار القائم الأيمن لنادي الكهرباء. النجف بدأ يفرض سطوته، بدأ بفرض سيطرته على هذا اللقاء، على أحداث الشوط الأول. أكيد انتصار، ومطلب الجماهير ومطلب نادي النجف هو الانتصار من أجل الابتعاد عن سلسلة النتائج الغير جيدة. مندي قطع الكرة، مندي يلعبها لماكنزي، يحاول المرور، عدى ماكنزي لكن يلعب الكرة على الخلف إلى مندي مجددا، محمد صالح، مندي مجددا. فريق النجف يحاول تهدئة الأمور الآن، يحاول تهدئة اللعب، السيطرة على رتم المباراة، لا يريد الاستعجال بلعب الكرة للأمام، ومتبقي 7 دقائق. لكن ولي كريم يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام. على مهاوي المعواني يحاول الأمام على مهاوي، والكرة المشتركة ما بين المعواني وفابرس، عادة إلى سويعيد، إلى نهاد تمريرة جميلة لأموري، لحيدر، عبد الكريم، مرر لسويعيد إلى أموري لكن قصيرة قطعت من علي فاز، عادة إلى مندي تمريرة أمامية، يحاول يونس حمود من أمام دلاهي لكن فارق القوة لدلاهي، لعب الكرة إلى علي خالد، عادت لمصلحة نادي الكهرباء لحيدر عبد الكريم مجددا. مصلحة نادي الكهرباء. المباراة بعد الهدف لا حلوت، بدأنا نشاهد كرة قدم سريعة أفضل من الدقائق التي مرت قبل أن يسجل النجف هدف. نعم أكيد الأهداف تزيد حلاوة المباريات، الأهداف يعني دائما
ما تلقي بظلالها وتعطي جمال آخر للمباريات. هنا تمريرة حسام قطعت من يونس لكن عادت مجددا لمصلحة نادي الكهرباء. خميس المعواني يلعب الكرة السويعيد لحيدر عبد الكريم، إلى علي خالد، وصلت لخضر علي هناك من جهة اليمين، خضر المعواني مجددا، تمريرة روان ريبيرو لمصلحة نادي الكهرباء، يسيطر على الكرة، استحواذ عالي لنادي الكهرباء خلال هذه الدقائق. سويعيد يحاول المرور، مر سويعيد يلعب الأموري، يحاول التمرير لروان لكن قطعت من محمد جاسم. مندي ضغط قوي من المعواني من الأول والثاني، افتكاك جميل من المعواني، مرة أولى من مندي ومرة ثانية من محمد قاسم، وصلت لأموري فيصل، وهناك خطأ على إياي بليف، خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. هذا هو أموري فيصل لاعب خط وسط نادي الكهرباء، لاعب الشاب المتميز. شاهد اللقطة المشتركة ما بين إياي بليف وأموري فيصل، شاهد دخول قوي كان من إياي بليف على أموري فيصل. من على التنفيذ علي خالد، هل يصوب علي خالد أمام أموري فيصل صاحب تسديدات قوية. 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق على نهاية 45 دقيقة أولى. حيدر عبد الكريم وعلي خالد، والكلام ما بين الثنائي الخبرة علي خالد والشباب حيدر عبد الكريم. علي على ما يبدو سوف يسدد من هذه المسافة البعيدة. علي خالد، هل يسدد علي خالد يلعب الكرة بعيدة تماما باتجاه المدرجات، باتجاه مقاعد المتفرجين. يا علي خالد الكابتن والقائد حاول لعب الكرة، صعب جدا، تحتاج إلى دقة تصويب وأيضا قوة بالتسديد. قصي منير وراضي شنيشل، ثنائي جميل. نعم، راضي شنيشل كابتن منتخبنا الوطني سنوات طويلة، وأيضا درب منتخبنا الوطني، وقصي منير الغزالي الأسمر. الله على أيامك يا قصي منير، ابتداء من أولمبياد أثينا و2007. وهناك خطأ على دلاهي لمصلحة يونس حمود في هذه اللقطة. هو القوي كان من دلاهي، هل هناك بطاقة صفراء؟ لا، فقط تنبيه وتحذير شفهي من الحكم الدولي المتميز والمتألق مهند قاسم. شاهد اللقطة من دلاهي على يونس حمود، ومهند قاسم يحذر وينبه دلاهي. خطأ لمصلحة نادي النجف، بالسلامة يونس حمود. 25 لقاء سابق ما بين الفريقين، أكيد أفضلية تاريخية بالنسبة لنادي النجف. 8 انتصارات لنادي النجف، سجل 27 هدف، و6 انتصارات نادي الكهرباء، 26 هدف، بينما التعادل حضر ب11 مباراة، 3 منها سلبية، وأيضا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي. بالسلامة يونس حمود بعد اللقطة المشتركة مع محمد دلاهي. هذا شاهد اللقطة ما بين دلاهي ويونس حمود. بالسلامة مهند قاسم يطلب من يونس حمود، نعم يجب أن يخرج خارج الملعب ومن ثم يدخل، كونه تلقى العلاج داخل الملعب. الكهرباء لم يحقق الانتصار على نادي النجف هنا في ملعب النجف منذ مواسم طويلة، يعني نتكلم آخر انتصار لنادي النجف هنا في النجف حدث موسم 2012-2013، يعني قبل 12 عام. خطر للنجف، ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الراسية داخل مصال، متابعة غير موجودة، إنما المتابعة الدفاعية موجودة من سويعيد لحيدر عبد الكريم، يحاول المرور، حذر من التلاعب في هكذا مناطق، لكن المهارة
يمتلك المهارة والرشاقة حيدر عبد الكريم. لعب الكرة حيدر لعلي خالد، تمريرة وصلت لخضر علي. خلاص دخلنا الدقيقة الأخيرة، سوف يضيف وقت طويل أعتقد مهند قاسم، أعتقد لا يقل عن 5 دقائق. المباراة توقفت كثيرا، يعني يونس حمود وأيضا نهاد محمد. كرة الآن حسام كاظم عالي باتجاه نهاد، نهاد يحاول استلام الكرة لكن طالت قطعة محمد جاسم، عادت لماكنزي. ماكنزي يحاول المرور من أمام روان، روان يضغط على ماكنزي، ماكنزي مر وعدى، ما زال يحتفظ بالكرة، يحاول المرور، طالت على ماكنزي، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. خضر علي لعلي خالد، علي خالد يمرر الكرة إلى دلاهي. 3 دقائق، 3 دقائق، لكن المباراة توقفت كثيرا في الشوط الأول. هنا سويعيد استلم الكرة، سويعيد مار، لعب الكرة باتجاه حيدر، والله يا سرهنك، يا الله يا سرهنك من أمام حيدر عبد الكريم. أي استماتة، أي تصدي، تصدي يمنع الكهرباء من تسجيل هدف التعادل، يمنع البرتقالي من التعديل. المعواني يحاول المرور، المعواني مع الكرة، تمريرة بالكعب لأموري، لكن على مهاوي بعاد الكرة إلى رمية جانبية. الكهرباء يحاول الضغط، لكن أي تصدي من حارس الخبرة سراج محسن، تصدي من أمام حيدر عبد الكريم. أموري فيصل، أموري يحاول، أموري يلعب الكرة، اصطدت بمحمد قاسم إلى الخارج، رمية جانبية. خلاص دخلنا الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، 3 دقائق احتسبها الحكم مهند قاسم. تلعب رمية جانبية إلى نهاد، طالت على نهاد وابعاد من علام هاوي. من موجود؟ لا أحد موجود من لاعبي نادي النجف، وإنما علي خالد. علي خالد يلعب الكرة الطويلة، علي خالد مع الكرة يلعبها لمحمد دلاهي، دلاهي من جديد إلى علي خالد، تمريرة عالية وطويلة باتجاه نهاد، وهنا عادت لأموري، أموري فيصل، تمريرة إلى روان ريبيرو يحاول قطعت، عادت للكهرباء لحيدر عبد الكريم، حيدر للمعواني، تمريرات قصيرة، يضغط فريق الكهرباء. شاهد تمريرة جميلة، لكن الله من سرهنك والابعاد. هنا روان ريبيرو يلعبها لحسام كاظم، هنا يحاول المرور من جهة اليسار من امام محمد قاسم، تمرير المعواني تغيير اللعب هناك لخضر علي من جهة اليمين، تلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية، أموري فيصل يحاول لكن قطعت من فابرس، عادت السكند بول لمصلحة نادي النجف. نعم في هذه اللقطة هناك خطأ على خميس المعواني. أعد لقطة التصدي يا مخرج اللقاء. سرهانك محسن وتصدي جميل، أعتقد سوف يكون تصدي الجولة من سرهانك محسن. علي فاز يلعبها لمحمد صالح، تمريرات قصيرة، محمد صالح، ميندي مجددا، وصلت لعلي فاز. خلاص 3 دقائق انتهت، 3 دقائق التي أضافها الحكم مهند قاسم. هل يطلق الصافرة الآن؟ مهند قاسم، رمية جانبية لعبت من خضر علي. نعم الآن يطلق الصافرة مهند قاسم بنهاية أحداث الشوط الأول، مباراة النجف والكهرباء ضمن مباراة الجولة 34 بتقدم فريق النجف بهدف سجله يونس عمود في الدقيقة 32. حبة المشاهدين الصراحة قصرا نعود لكم مجددا، لا تذهبوا بعيد.
كرة للنفط، المحاولة التمريرة، المحاولة الخطيرة، جول! أول للنفط عن طريق أحمد خالد. شوفوا الظهير الأيسر وين، الظهير الأيسر وفرحة عادل النعمة. أول الأهداف للنفط، أول بيسارية يصل إلى هدف الخامس بدورنا أحمد خالد. ما سجل يعني لا المهاجم، ولاحظ الله يا ستار، وباليسار ما سجل لا المهاجم ولا لاعب الوسط. يسارية نفطية في الشباك الدهوكية. أول للنفط، أول للعنيد بمرمى صقور الجبال. سجل أحمد خالد 5 أهداف بدورنا، هو سجل على الزوراء والقرمة وأربيل وزاخو، ويسجل في مرمى دهوك. اللحظات لصالح لؤي العاني، يلعب الكرة العالية الرأسية، الله أمام أوغستين أموتو المحترف النيجيري. نسر نيجيريا يحلق عاليا في استاد المدينة ليلقي التحية على العميد، ليضع الهدف الأول للأنيق ويسجل في مرمى عبد العزيز. كيف لك أن تأتي بمثل هذه الكرات يا عبدو؟ الكرة في المرمى، انطلق أموتو، حلق نسر نيجيريا ليضع الكرة في الشباك. العاني في كرة من الرقم 10 باليمنى عالية الرأسية، الله حارس المرمى يأخذ وضع المتفرج، لكن حلق وطار. نسر نيجيريا أتى بالأخبار ويسجل الهدف الأول للأنيق، يسجل الهدف الأول للأزرق، والرأسية عالمية. هذا نسر نيجيريا يسجل الهدف السادس له هذا الموسم. أصبح كربلاء على اليسار، وهذه محاولة لصالح الفريق الأنيق يحاولون من أجل أول ضربات الشوط الثاني. الله أمامك خارق للعادة، باهر رائع. هنا يحلقون النسر مرة أخرى، هنا الطرب الطلابي، هنا العزف القديم، هنا الألحان القديمة تظهر على مدرجات استاد المدينة. وأمامك طار وحلق وسدد وسجل ليضع الهدف الثاني. أي مباراة، أي أداء، أي جمالية. انطلاق التنزاني، راح التنزاني، راح مسوفة، راح. هنا الكرة التي تلعب، هنا المرور، هنا العبور. ألف مخالفة للوجيه، مسوفة بعبور، وصل ونقل العرضية، راسية أمامك وكأنه سدد في الستة ياردة. هذا التحليق والرأسية، وعبد العزيز رياكشن عالي، لكن الكرة قوية، رياكشن سريع لكن الكرة قوية. لاحظ الكرة العرضية، فينيشينج بالرأس، عالمي من جانب أمامك أوغستين أموتو. هدفين لا شيء، والطلب يزيد من متاعب وأوجاع العميد. شيركو يعلن التقدم، أربيل قدم شيركو يتقدم، وهدف أول، جول، هدف أول لأربيل بالدقيقة 12 من عمر المباراة. بالدقيقة 12 شيركو يسجل هدف أربيل الأول وهدف الشخص التاسع هذا الموسم، نتيجة خطأ قاتل من حارس مرمى نفط ميسان حسن نجم، اللي يتسبب بركلة جزاء يمنحها حكم اللقاء السيد محمد كامل صغير لأربيل، ويسجل من خلالها شيركو كريم أول أهداف المباراة. 1 أربيل لا شيء نفط ميسان. وأذكر بلقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل أيضا شيركو سجل بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضيع في شوط المباراة الأول، وسجاد جبار عادل الكفة من ركلة جزاء بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل ضيع. كرة طالت خطيرة، محاولة تصويب، جول! كرة مباغتة جميلة من ماثيو أولاتونجي يسجل أول أهداف هذا الموسم وهدف التعادل بالدقيقة 26 من عمر المباراة. كرة جميلة على طبق من ذهب أمام عدم الضغط، وبشكل مستريح يصوب ماثيو أولاتونجي الكرة. شوف بدون ضغط يلعبها بيمينه، تمر على يمين الحارس دولبان ويسجل واحد من الأهداف الجميلة. 1-1 كرة جميلة
جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة رائعة. ماثيو أولاتونجي يلعبها بيمينه، تمر على يمين الحارس دونوفان ويحرز من خلالها هدف التعادل لفريق نفط ميسان، وهدف الأول هذا الموسم. حلوة لعباس يمر، جول. الله الله، هدف ثاني بنيران صديقة، هدف ثاني بنيران صديقة. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم لنفط ميسان بالدقيقة 60 من عمر المباراة. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم نتيجة ارتباك وخطأ دفاعي، ويسجل الهدف الثاني وثالث عشر لاعب رقم 13 هاليسون بالراس من الكسندر فيريون. فرانك سيدريك، خطرة هذه، خطرة وجول. خطأ قاتل من المدافع، يلعب الكرة إلى الخلف، يستغلها فرانك سيدريك، يأيها على طبق من ذهب لمصطفى قابيل اللي يدرك التعادل بوقت سريع بالدقيقة 63 من عمر المباراة. مصطفى قابيل يسجل هدف التعادل لمصلحة أربيل بعد أن لعب اللاعب الكسندر فيريون كرة إلى الخلف، استغلها فرانك سيدريك الغير مراقب. شوفوا بالإعادة، فرانك سيدريك يتوغل وهي لم يكن أناني. شوف لعبها على طبق من ذهب وعلى الطاير، لعبها اللاعب مصطفى قابيل إلى داخل الشباك ليحرز ثاني الأهداف وهدف التعادل لمصلحة نادي أربيل. 2 أربيل 2 نفط ميسان. تقدم أربيل عن طريق شيركو من ركلة جزاء بالدقيقة 12، وعاد ماثيو أولاتونجي بالدقيقة 26، وخالد قردغلي سجل هدف نفط ميسان بالخطأ بالدقيقة 60. ويبدو هدف مخرجنا وين كان على الركنية، وهدف قاتل يسجله هاليسون يسجل بالدقيقة 90 هدف قاتل في شباك نادي نفط ميسان. شوف ما شفنا للهدف، المخرج يعيد لنا اياه، كنا منتهين بالركنيه، شفنا الهدف، نشوفه الان رأسيه وعلى يسار الحارس حسن نجم يسجل من خلال هاليسون هدف التقدم لفريق أربيل بالوقت القاتل بالدقيقة 90 من عمر المباراة. يحاول محمود الكرات الثابتة خطيرة. الله، جول لفرسان الجنوب. هدف جميل ورائع لمحمود أحمد، هدف أكثر من رائع، هدف جميل من كرة ثابتة يسجل من خلالها الهدف الأول. يتقدم الفريق البصري القادم من البصرة الفيحاء. شوف الكرة، بوب 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 بوب. الله 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 على الكرة، الله على التنفيذ الرائع، والكرة على يمين حارس المرمى. يسجل هدف من الأهداف الجميلة، يسجل هدف من الأهداف الرائعة. نقطة الآن، تمريرة ممتازة لثاني الله، ثاني لنفط البصرة، الهدف الثاني لنفط البصرة. الله على التمريرة الرائعة، نصف الهدف لا بل أكثر، التمريرة الممتازة التي يأتي من خلالها هدف ثاني. سجل فرسان الجنوب، تقدم فرسان الجنوب بهدف ثاني، وكذلك هو هدف الثاني من خلال هذا وبهكذا طريقة يحتفل قاسم محمد. ولكن برافو 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 أونجا، برافو قاسم محمد، يضع الكرة في المكان السليم، يضع الكرة في المكان المناسب على الزاوية، حط الكرة، حط بحرفنة. يا ولد بمجرد أنه شاهد المرمى وشاهد القائم البعيد يضع الكرة زاحفة. زاخو جولة 33 هناك
هنا محمود، الله، جول ثالث مباراة الأهداف الجميلة، مباراة الأهداف الجميلة، الأهداف الرائعة البصرية من خلال هذه المباراة. محمود يسجل هدف الثاني الشخصي لهذا اللقاء، ولكنه أي هدف، أي هدف. شوف الكرة وشوف زيكي، مرر الكرة لمحمود، محمود، الله 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 على الكرة الماضية. شوف محمود سدد الكرة، بوم، بيسارة قوية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف الجميل، يا ولد على هذا الهدف الرائع، هدف رائع وجميل. احمد ياسين، احمد ياسين سريعة، اوه، الله 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 الله، من بعيد سددها احمد ياسين، لكن الحارس تدخل والعارضة كذلك. شوف، او اصطدت بالحائط البشري، اصطدت بالحائط البشري وغيرت مسارها واصطدت بالعارضة. كان قريب احمد ياسين، لعبها بصورة جميلة رغم انها غيرت مسارها، وبذلك الكرة تكون صعبة على حراس المرمى، لكن العارضة هي اوفى صديق، الخشبات الثلاث هي اوفى الاصدقاء لحارس المرمى. وهذه هي ضربة ركنية الان لزاخو، زاخو اخطر، زاخو اقرب بهذه اللحظات، سريعة، الله الله الله، ابناء الخابور زاخو يسجلون اول الاهداف. نعم نعم، وعن طريق المدافع احمد ابراهيم. ابناء الخابور ممكن هدف ثاني، يا الله، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد ابناء الخابور. اي نعم، نرتدي الابيض، لكن ليست هنالك مشكلة، لكن لا نرفع الراية البيضاء. اي تسديدة واي هدف ثاني لمصلحة ابناء الخابور. شوف الاحتفالية، شوف الفرحة هنا بملعب الزوراء، الابعاد الموجود، شوفها بالاعادة، الاستلام والتوغل، التحضير ولا اروع، تمريرة جميلة من محمود الاسود، والتصويبة والهدف الثاني. الهدف الثاني بهذا التوقيت، حاول لاكثر من مرة، وصل لاكثر من مرة ناصر محمدو، لكن بالاخير سجل ثاني اهداف المباراة. زاخو هدفين، الكهرباء لا شيء. لمسات عبد الغني شهد تظهر بمباراة الثانية مع ابناء الخابور. عمليات نقل الكرة لزاخو، ينتظرون ديبوتي ويبحث عن احمد ياسين. هذه أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي النجف والكهرباء، بعدما تركنا الشوط الأول بتقدم فريق النجف على فريق الكهرباء عن طريق اللاعب يونس حمود الذي سجل الهدف في الدقيقة 32. الآن الشوط الثاني، هل هناك تغيير بالنسبة للفريقين أم تبقى نفس الأسماء التي أنهت أحداث الشوط الأول؟ بانتظار هل هناك تغييرات أو لا توجد تغييرات؟ على ما يبدو لا توجد تغييرات، بانتظار انطلاق. وكانت هناك بطاقة صفراء على علي خالد بسبب الاعتراض
في بعد نهاية أحداث الشوط الأول. نعم، وبالتالي بطاقة صفراء على علي خالد. هل هناك تبديل لفريق الكهرباء؟ اللاعب معين أحمد. شاهد معين أحمد، هل هناك تبديل أم ماذا؟ بانتظار صفرة الحكم الدولي مهند قاسم. أكيد يتأكد من عدد اللاعبين، يتأكد من الأمور كاملة من الناحية التنظيمية، من الناحية اللوجستية، من أجل إطلاق صافرة بداية الشوط الثاني. هنا ينطلق الشوط الثاني أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الأمل العراقي، الذي تشير فيه النتيجة تقدم فريق النجف على فريق الكهرباء بهدف يونس حمود في الدقيقة 32. الشوط الثاني نادي النجف بنفس الأسماء المتواجدة: سرهنك محسن في حراسة المرمى، محمد جاسم، علي فاز، فابرس ماجنم، أحمد ماكنزي، علاء مهاوي، ميندي، محمد قاسم، يونس حمود، اياي بليف، ومحمد صالح. بينما تشكيلة نادي الكهرباء هناك تبديل. طبعا نشاهد معين أحمد الذي يدخل الآن، سبق وأيضا لعب لنادي النجف. معين أحمد يدخل الآن بديلا لمن؟ بالسلامة لسرهنك محسن. بالسلامة لسرهنك محسن. بالسلامة سرهنك محسن. يا الله يا الله يا الله، هل هناك إصابة على مستوى الركبة؟ شاهد محمد صالح. يا الله على اللقطة، لم يستطيع حمل نفسه. بالسلامة لسرهنك محسن بلقطة هي الأبشع والأقبح في كرة القدم، هي إصابة اللاعب. نعم الجانب المظلم من كرة القدم هي إصابات اللاعبين. بالسلامة لسرهنك محسن. نعم شاهد كيف يتألم. نتمنى أن تكون الإصابة ليست بتلك الإصابة الكبيرة والإصابة التي تمنعه من إكمال هذا اللقاء. يعني شاهد، نعم شاهد كيف هناك، يعني يا الله يا الله، لم يستطيع حتى النهوض عليها. أي إصابة خطيرة، هي إصابة الركبة. بالسلامة لسرهنك محسن، والسلامة لجميع الموجودين في ملعب اللقاء. وعلي فاز يطالب بالكادر الطبي. هنا راضي شنيشل. ماذا أعاد راضي شنيشل للشوط الثاني؟ طبعا تشكيلة نادي الكهرباء: أمجد رحيم في حراسة المرمى، خضر علي، محمد دلاهي، علي خالد، حسام كاظم، وحيدر عبد الكريم، خميس المعواني، منى فيصل، محمد سعيدني، هادي محمد، ودخول معين أحمد بديلا لروان ريبيرو. أول تبديلات السيد راضي شنيشل، يحاول من خلال هذا التبديل يعني إعطاء دفعة على المستوى الهجومي. كلام ما بين الموريتاني والسنغالي، ما بين دلاهي ومعين أحمد. جماهير النجف قليلة جدا، لم نتعود على هذا العدد القليل في ملعب النجف الدولي. يعني أكيد جماهير غير راضية عن النتائج، غير راضي. أيضا ستار جبار أيضا بديلا لخضر علي. ستار جبار بديلا لخضر علي، تبديلين. طبعا ستار جبار أيضا مثل نادي النجف في فترة من الفترات. بالسلامة لسرهنك محسن اللي يستطيع إكمال اللقاء. علي خالد الذي تلقى بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول تحديدا، بعدما أنهى الحكم مهند قاسم أعلن عن صافرة نهاية الشوط الأول. هل يستطيع إكمال اللقاء؟ نعم يستطيع إكمال اللقاء. نتمنى له السلامة والسلامة لجميع الموجودين. طبعا الحارس البديل محمد أحمد. السلامة لسرهنك محسن. شاهد علي فاز يريد أن يتأكد من سلامة سرهنك محسن. كانت هناك يعني حركة مفاجئة. يعني شاهد الإصابة.
صابت الركبة، صابت الركبة، أصاب لعين، أصاب لعين. بالسلامة لسرهيك محسن. يستمر سرهيك محسن بالوجود في ملعب، طبعا لعب الكرة على طريقة الكرة الطائرة بقبضة اليد من سرهنك، لا يريد أن يشوت بالقدم. عادت لسويعيد، سويعيد تمريرة قطعت من مندي، مندي مرور جمال من أميم العويني من المعواني يحاول إياه لكن قطعت الكرة، لا وجود الخطأ. حيدر عبد الكريم يمرر لسويعيد لكن قطعت. أموري فيصل، الله على علام هاوي، مر من الأول والثاني ويمرر لفابرس، تمريرة طويلة باتجاه إياي لكن ستار جبار قطع الكرة. عادت إلى ماكنزي يلعب الكرة العالية باتجاه يونس حمود يحاول السيطرة على الكرة. يونس من أمام علي خالد، يونس يحاول المرور لكن صعب جدا أمام علي خالد. وهناك خطأ. لعبت الكرة سريعا، وصلت السويعيد، البحث عن الهجوم المرتد لمصلحة نادي الكهرباء. محمد سويعيد، تمرير لنهاد محمد بالقرب من محمد جاسم، هل يستطيع المرور؟ مر نهاد، تصوب نهاد لكن اصطدت الكرة بفابرس والكرة إلى الخارج. ركلة ركنية. الكهرباء يعتمد على السرعة، يعتمد على الهجوم المرتد السريع من خلال هذه اللقطة. أموري فيصل على لعب الركلة الركنية، هذا هو نهاد محمد. أكيد يعني فريق الكهرباء يمتلك السرعات في الأمام. نهاد محمد، أموري فيصل، سويعيد، وأيضا معين أحمد. ركنية الآن لمصلحة نادي الكهرباء. نشاهد يعني 8 لاعبين نادي الكهرباء داخل منطقة الجزاء. هنا الكرة يحاول الرأسية مرة أخرى والإبعاد. فابرس ماغنم، حيدر عبد الكريم يلعب الكرة العالية وخروج من سرهنك، وسرهنك لا يستطيع، نعم لا يستطيع إكمال اللقاء. نعم صعب جدا، أصابت الركبة، صعب جدا أن يستطيع اللاعب إكمال اللقاء، وخاصة لما تكلمت يعني خاصة في مركز حراسة المرمى، يحتاج إلى القفز، يحتاج إلى التصديات. وهنا شاهد اللقطة الحارس البديل مصطفى شوكت ورضا عبد العزيز حراس البدلاء لنادي النجف. نعم لا يستطيع إكمال اللقاء، يؤشر بطلب الاستبدال. من سوف يدخل الآن؟ رضا عبد العزيز سوف يدخل الآن بديلا لسرهيك محسن. تبديل أول لمصلحة نادي النجف، تبديل اضطراري على مستوى حراسة المرمى. سرهيك محسن الذي شارك ب21 مباراة، حافظ في 8 مباريات على الكلين شيت. سرهيك محسن يتم استبداله أم ماذا؟ مهند قاسم يطلب التبديل، وسرهيك محسن ومهند قاسم يطلب التبديل. نعم يطلب التبديل، يعني حتى علي فاز ولا خلاص بدل يا سرهيك، لماذا هذا العناد؟ واسقاط كرة وتنبيه لسرهيك محسن، يعني لا يتم استبداله. كرة العالية الطويلة، علي خالد لعب الكرة للخارج، رمي جانبية. توقفت المباراة كثيرا في الشوط الثاني، يعني تكلم عن 8 دقائق تقريبا توقفت المباراة، أكثر من 4 دقائق. رمي جانبية في بابرس محمد صالح مع الكرة، محمد يلعبها في المنتصف لمحمد قاسم. تغيير اللعب، ستار يحاول لكن قطعت. أحمد مكنزي تمريرة لإياي يحاول يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمجد رحيم لكن من حسن حظه حسام كاظم كان موجود في التغطية وابعاد الكرة إلى ركلة ركنية. شاهد إياي لعب الكرة العالية، مرت من أمجد رحيم، لكن عدم وجود المتابع من لاعبي نادي النجف بسبب عدم وجود الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء. ركنية الآن لمصلحة نادي النجف، هي الركنية الثالثة
الركنية الثالثة من على التنفيذ؟ أحمد مكنزي على لعب الركلة الركنية. مكنزي النجف يبحث عن الهدف الثاني، تلعب الركلة الركنية والابعاد بن معين احمد، عادت لمحمد صالح. محمد صالح الامهاوي، مهاوي من اللمسة الأولى أقرب لأمجد رحيم. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا أمجد رحيم؟ والكرة هناك راية وتسلل على محمد قاسم. ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الكهرباء. هذا هو محمد قاسم الذي صنع الهدف الأول. محمد قاسم لديه 4 أسيست، مع هذا الهدف يكون الأسيست الخامس لمحمد قاسم، اللي يكون من ضمن اهتمامات مدرب منتخبنا الوطني الجديد جراهام أرنولد الأسترالي. تنتظرنا مباراتين صعبتين جدا أمام كوريا الجنوبية وأمام الأردن في تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني. طبعا بعد هذه الجولة خلاص الدوري سوف يتوقف، ومن ثم يستأنف بعد أيام الفيفا داي. نهاد محمد يلعب الكرة لسويعيد، لكن فابرس موجود في التغطية. لعب الكرة لعلام هاوي. علام هاوي 4 مباريات اليوم، الكرخ والقرمل، ميناء وكربلاء والقوة الجوية ودهوك، وهذه المباراة الرابعة التي أمامكم. الشوط الأول مباراة الكرخ والقرمة انتهى بتفوق فريق القرمة على فريق الكرخ بهدف مقابل لا شيء. فابرس ماغنم تمرير من أقصى اليمين لأقصى اليسار، حلو ماكنزي مار، لكن معين أحمد بعودة سريعة وصلت إلى معين من يعين الكهرباء بتسجيل التعديل. نهاد استلم الكرة بالقرب من محمد جاسم. نهاد يحاول لعب الكرة لكن اصطدت، عادت من جديد للنهاد، يبحث عن ركلة ركنية. نهاد يبحث عن ركلة ركنية لكن ممتاز. محمد جاسم قاطع الكرة، لعب الكرة الأمامية، أقرب لها علي خالد، يضغط فريق النجف للأمام. وصلت إلى أمجد رحيم، إلى محمد دلاهي، ضغط متأخر من لاعبي نادي النجف، وبالتالي فريق الكهرباء سوف يخرج بالكرة كما يشاء. شاهد المعواني إلى ستار جبار إلى معين أحمد من جديد، يعني دخول ستار جبار ومعين أحمد الثنائي الذي سبق وأن لاعبا للنجف. ستار لسويعيد إلى خميس المعواني، تمريرة للنهاد، نهاد إلى معين يحاول لكن قطع الكرة ممتاز. محمد جاسم بعاد الكرة، مندي بلمسة جميلة لإياي، وصلت إلى ماكنزي. فريق الكهرباء يتقدم إلى الأمام، يضغط من الأمام، كرة طويلة، حسام كاظم بالراس إلى علي خالد. ستار جبار يضغط يونس حمود. نعم، دائما ما يرتبط اسم يونس على مستوى الرياضة وكرة القدم خاصة باسم السفاح يونس محمود، نجم منتخبنا الوطني الكبير، النائب الثاني الآن للاتحاد العراقي لكرة القدم. خميس المعواني يلعب الكرة إلى ستار من جديد، علي خالد مصلحة نادي الكهرباء. أفضل الكهرباء من النجف في دقائق الشوط الثاني. خميس المعواني تمريرة هناك باتجاه حسام كاظم، صعب جدا على حسام، إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف الذي يحافظ على تقدمه لغاية الآن. يعني نتكلم عن دقيقة 59. محمد قاسم تمريرة باتجاه علام هاوي، أقرب لها حسام كاظم، وتترك الكرة إلى الخارج، ركلة مرمى. يحاول الآن أمجد رحيم إلى ستار جبار، حيدر عبد الكريم في وسط الملعب، أموري فيصل يضغط فابرس على أموري، لكن أموري تخلص، عاد فابرس وقطع الكرة، وصلت لمحمد قاسم، إلى إياي،
أو هذا مندي هل يصوب مندي بالقرب منه؟ ياي طالت عليه ياي يصلها ياي، وهناك خطأ. هناك خطأ تسلل، نعم تسلل حسب إشارة الحكم طبعا المساعد الثاني صفاء جاسم. نعم يا كان متسلل في هذه اللقطة. نادي النجف، وهنا تبديل لنادي الكهرباء، دخول وقاع رمضان بديل نهاد محمد. تبديل الثالث للسيد راضي شنيشل. كرة الآن محمد سويعيد يحاول المرور، محمد سويعيد سيسيطر على الكرة لكن قطعت الآن علي فاز. مروان انطلق علي فاز، تمريرة لمندي، دومينيك مندي، تمريرة جميلة إلى يونس حمود، لكن خروج ممتاز من أمجد رحيم. لعبها سريع أمجد رحيم لخميس المعواني. خلاص ساعة من اللعب مرت أحبتي المشاهدين، تقدم لفريق النجف، إلا إذا كان هناك التعديل لمصلحة نادي الكهرباء. وفابرس قطع الكرة، عادت مجددا لمصلحة نادي الكهرباء الذي يضغط الآن على مرمى نادي النجف من أجل التعديل. النجف يعتمد على الهجمات المرتدة، شاهد جميع لاعبي النجف إلى الخلف. حيدر عبد الكريم إلى وقاع تمرير لمعين، وفابرس ماجنم بالهدوء لسرهنك محسن، واضح على الصورة هذا هو سرهنك محسن حارس مرمى نادي أربيل السابق. وقاع رمضان الذي بدأ الموسم مع الكرخ. ماكنزي يلعب الكرة باتجاه إياي، لكن قطعت من علي خالد، لا وجود للخطأ. نجف الذي يعاني في الجولات الماضية، هل يعود إلى الانتصارات من خلال هذا اللقاء؟ لغاية الآن هو متقدم، لكن الكهرباء يشكل أفضلية في الشوط الثاني، والنجف متراجع إلى الخلف. كرة الأمامية، علي فاز يترك الكرة إلى الخارج، رمية جانب. تلعب الكرة العالية، وهناك خطأ لمصلحة فريق الكهرباء. اعتذار موجود ما بين ستار جبار وأحمد مكنزي. حيدر عبد الكريم مع الكرة، حيدر يلعبها لمعين أحمد، معين تمريرة لا وقاع يسيطر على الكرة، عادة من جديد لمعين. تمريرة وصلت لحسام كاظم، كرة طويلة داخل منطقة جزاء، وهنا محاولة الرأسية من وقاع والإبعاد من إياي. تراجع كبير لنادي النجف خلال الشوط الثاني، والكهرباء يضغط إلى الأمام، يصل إلى منطقة نادي النجف مرارا وتكرارا من أجل التعديل. حيدر عبد الكريم، حيدر يلعبها لمحمد دلاهي. أفضلية واضح لنادي الكهرباء خلال دقائق الشوط الثاني. وصلت إلى سويعيد لحيدر عبد الكريم، أموري فيصل من اللمسة مع 1-2. أموري فيصل الخطير، كرة الخطيرة، لكن خروج ناجح من سرهنك محسن. وأموري فيصل كان بالإمكان أن يتعامل مع الكرة بصورة أفضل، لكن خروج ناجح من سرهنك محسن. أموري فيصل حاول مع الكرة، لكن كانت صعبة جدا من أموري فيصل الذي كان وقاع رمضان يطالب بلعب الكرة، لكن أموري فيصل طالت عليه، وسرهنك محسن نجح بمسك الكرة قبل أن يتصرف بها اللاعب أموري فيصل. هذا هو أموري فيصل، أكيد يعني من اللاعبين المهمين مع نادي الكهرباء، لديه 4 أسيست. كرة العالية، كرة لم تخرج أم خرجت؟ نعم خرجت رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. ستار جبار يلعبها لمعين،
معين أحمد مع الكرة، معين يحاول المرور، معين ما زال يحتفظ بالكرة، خطأ غير موجود، الخطأ غير موجود، وما زالت المباراة مستمرة أمامية. قطعت عادت لمصلحة نادي النجف. محمد قاسم لميندي، ميندي يلعبها إلى فابرس، فابرس تمريرة قصيرة، قطعت مرة أولى وثانية من حيدر عبد الكريم إلى الخارج، إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. يحاول نادي النجف أن يحتفظ بالكرة، لكن لاعبين نادي الكهرباء يضغطون بصورة كبيرة على لاعبين نادي النجف، ولم يعطوا نادي النجف أي فرصة من أجل الاحتفاظ بالكرة. هنا فابرس مقدم يلعب الكرة الأمامية، أقرب لأمجد رحيم، أقرب لأمجد رحيم. محمد دلاهي، ستار جبار، علي خالد من جديد لدلاهي، حيدر عبد الكريم، يحاول الكهرباء تمرير هنا لوقاع، وقاع رمضان مع الكرة يلعبها إلى معين أحمد، معين أحمد قرب منطقة الجزاء، بالقرب من أموري، معين أحمد يلعب الكرة لكن إبعاد من علي فاز، إبعاد خاطئ، لكن من حسن حظه سرهنك محسن موجود في المتابعة، سرهنك محسن موجود في المتابعة. يلعبها سرهنك لفابرس من جديد لمصلحة نادي النجف. محمد صالح لا ميندي، شاهد فريق النجف يحاول أن يهدئ المباراة، شاهد حركات علي فاز وحركات ميندي من أجل تهدئة الأمور وعدم الاستعجال وعدم إضاعة الكرة بسهولة. فابرس ماجنم 20 دقيقة 21 دقيقة مرت على أحداث الشوط الثاني، وما زال نادي النجف يحافظ على تقدمه الذي تقدم عن طريق اللاعب يونس حمود عندما سجل الهدف في الدقيقة 32، وهذا الهدف صامد لغاية الآن. هل هناك تعديل للكهرباء أم هدف ثاني لمصلحة نادي النجف؟ ميندي يلعب الكرة العالية باتجاه أحمد ماكنزي، ماكنزي من أمام علي خالد، هل يمر ماكنزي؟ يحاول لعب الكرة، اصطدت، عادت مجددا، يحاول ماكنزي، بعيدة تماما من ماكنزي، وكانت مطالبات من نادي الكهرباء بوجود لمس الكرة باليد. شاهد 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 الكرة هل لمست يد ماكنزي في هذه اللقطة؟ في المرة الثانية لا وجد لمسة اليد، لكن في اللقطة الأولى هل كانت في اليد أم على مستوى الكتف؟ ستار وقع رمضان واستقبال الكرة بصورة غير صحيحة، وهناك خطأ على مندي، خطأ على اللاعب السنغالي مندي لمصلحة أموري فيصل، الواضح بالصورة. شاهد اللقطة المشتركة ما بين مندي وأموري فيصل. بالسلامة لإياي بليف، إياي بليف وليس مندي، اللاعب النيجيري وخميس المعواني يقوم بعلاج إياي بليف. أكيد يعني الأهم هي الروح الرياضية. خطأ لمصلحة نادي الكهرباء، تلعب الكرة لحيدر عبد الكريم، يعني بعد التبديلات التي أجراها الكابتن راضي شنيشل يعني الكهرباء أفضل. هنا التمريرة من المعواني لكن أقرب لسرهانك محسن، أقرب لسرهانك محسن. سرهانك علي فاز، أمامية من علي فاز باتجاه يونس حمود، لكن أقرب لأمجد رحيم. أمجد رحيم في لقطة فنية جميلة، لكن علي خالد لم يسيطر على الكرة. أمجد رحيم يعني يعتذر مع علي خالد، أكيد تمريرة كانت قوية. شاهد مر من أمام يونس حمود، ماكنزي إلى يونس حمود صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن. ماكنزي إلى محمد صالح، يحاول فريق النجف امتصاص حماسة لاعبي نادي الكهرباء خاصة في الشوط الثاني. لم نشاهد النجف خطير على مرمى الكهرباء حتى يعني عدا تصويبة أحمد ماكنزي الذي ذهبت بعيدة تماما عن المرمى. هنا محمد قاسم، يحاول محمد قاسم تمريرة
قطعت من محمد دلاهي وصلت لأمور فيصل، أمور فيصل إلى محمد سوعيد المنتقل في جهة اليمين. سوعيد يحاول المرور من أمام علي فايز، سوعيد وطالت على سوعيد، طالت على سوعيد. وشاهد غضب راضي شنيشل على سوعيد في هذه اللقطة، أكيد غير راضي بالمرة راضي شنيشل على تصرف سوعيد بالكرة. علي فايز على لعب الربع الجانبية، لكن خطأ على خميس المعواني، خطأ لمصلحة إياي، مصلحة النيجيري من أمام التونسي. تبديل لمصلحة نادي النجف، دخول على حسين، دخول اللاعب على حسين، لاعب خط منتصف بديلا للاعب إياي بليف. تبديلات الآن للسيد ولي كريم، ضغط من لاعبي نادي الكهرباء للأمام على أسر هيك محسن، شاهد المعواني، وقع رمضان، أمور فيصل من أجل افتكاك الكرة، رأسية يونس عمود لكن تغطية موجود. محمد دلاهي ابعاد الكرة من ماكنزي مجدد او محمد صالح، رأسية يونس عمود، محمد قاسم، حسام كاظم بخبرة السنين، لعب الكرة للخلف لأمجد رحيم. خلاص آخر 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة على نهاية 90 دقيقة من هذا اللقاء. تقدم نادي النجف على نادي الكهرباء بهدف يونس عمود في الدقيقة 32 ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين. الله على التمريرة الجميلة من أمور إلى معين يلعب الكرة وسرهنك في اللحظة المناسبة إبعاد الكرة من سرهنك محسن، لكن تمريرة أمور فيصل بلقطة جميلة جدا. هنا أمور فيصل يلعب الكرة، وصلت إلى سويعيد يحاول يضغط عليه على حسين تلعب الكرة العالية، يحاول يوقع، وصلت لمعين أحمد، تأتي الكرة لحيدر، هنا تصويبة ضعيفة. محمد جاسم يخرج بالكرة، تمريرة لا مندي البحث عن الهجوم المرتد. فابرس ماغنم المتقدم للأمام، يحاول فابرس ماغنم لكن يلعب الكرة إلى الخلف وخلاص مشروع الهجمة المرتدة خلاص انتهى، وإنما الكرة قطعت. هنا التمريرة يحاول وقع رمضان من أجل التعديل. الله يا سرهنك، أي تصدي، أي إبعاد لكرة انفراد من أمام وقع رمضان. سرهنك محسن للمرة الثانية ينقذ النجف من هدف التعادل. هنا ماكنزي، تصويبة عالية، هجمة هنا وهجمة هناك، لكن شاهد تصدي. ليس هذه الكرة، هذه تصويبة أحمد ماكنزي التي كانت بعيدة عن مرمى أمجد رحيم، إنما هذه الله يا سرهنك بالركبة المصابة بعد هذه الكرة. عادت إلى ستار جبار. نعم الكهرباء أفضل في الشوط الثاني، أفضل من نادي النجف المتراجع للخلف من أجل الدفاع، من أجل الحفاظ على نتيجة التقدم. حسام كاظم إلى حيدر عبد الكريم، حيدر تمريرة لسويعيد لكن ابعدت من علي فاز. عادت الكهرباء مجددا إلى حيدر لأموري، هل يصوب تصويبة أموري؟ الله يواصل التألق، يواصل الإبداع. سرهنك محسن هذه المرة ابعاد تصويبة أموري فيصل بالصدر، أبعدها بالصدر إلى ركنية، والكهرباء يضغط، الكهرباء يهدد مرمى النجف في مرة أولى وثانية. الآن اللاعب وانجا رونالد يدخل بديلا لخميس المعواني، يدخل مهاجم بديلا للمعواني لاعب خط الوسط. تبديلات من السيد راضي شنيشل من أجل التعديل. نعم وانجا رونالد الآن يدخل، يحاول الآن أمور فيصل على اللعب الركنية، تلعب الركنية. هنا الرأسية والإبعاد من محمد جاسم، عادت من جديد إلى ستار جبار، تمريرة إلى حسام كاظم، يلعب الكرة العالية، يحاول وانجا رأسية، الرأسية إلى الخارج
رمية جانبية، رمية جانبية. هذا هو أمور فيصل صاحب التصويبة القوية التي أبعدها سرهنك محسن. نعم شاهد، نعم تسديدة قوية، لكن سرهنك محسن أبعدها بصدره. وهنا أيضا المعواني كيف لعب الكرة والإبعاد في اللحظة المناسبة في اليد العكسية من سرهنك محسن الذي يقدم مباراة كبيرة، يقدم مباراة كبيرة. الحارس سرهنك محسن، حارس الخبرة، حارس الخبرة. بالسلامة لعلي فايز. راضي شنيشل يتكلم مع الحكم الرابع حامد علي. طبعا يعني يتكلم يعني هاي اكيد يعني حول السقوط المتكرر للاعبين نادي النجف. دخول المهاجم وانجا رونالد الكاميروني الذي يدخل الآن طبعا بديل لخميس المعواني. خلاص كابتن راضي شنيشل في الربع ساعة الأخيرة من هذا اللقاء يلعب الكل بالكل، يلعب مهاجما يعني من أجل التعديل، من أجل على الأقل الخروج بنقطة من هذا الملعب الذي لم يستطيع تحقيق الانتصار نادي الكهرباء في محافظة النجف. شاهد البراعم والأشبال الصغيرة لجمهور نادي النجف الحاضرة رغم قلتها إلا أنها فرحانة. نعم أكيد فرحة بهذا التقدم، فرحة. أين مشجعي النجف؟ أين الرابطة؟ أين رابطة غزلان البادية؟ أين الأولتراس؟ أين محبي نادي النجف؟ هذا النادي العريق، النادي الكبير الذي أنجب العديد والعديد من النجوم، من اللاعبين الكبار. أعرف يعني أتمنى يعني خاصة يعني شاهدنا هناك توافق ما بين الأوتراس والرابطة لجمهور نادي النجف، وجلسوا جلسة حبية من أجل إنهاء التقاطعات ما بين طبعا الأولتراس والرابطة، وبالتالي يعني توقعنا أن يكون هناك حضور جماهيري في هذا اللقاء، لكن للأسف لم نشاهد الحضور الجماهيري. مدرجات خاوية شحيحة العدد، نتمنى أن نشاهد الجماهير أن تعود طبعا لملعب النجف، هذا الملعب الجميل، ملعب النجف الدولي في محافظة نجف الأشرف. علي فاز على لعبة رمية جانبية الأحمد ماكنزي. علي فاز يحاول سواعيد، عادت لعلي فاز، طالت على علي فاز وأمور فيصل وأبعاد الكرة إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. ماكنزي على لعب الرمية الجانبية أو ركنية وليس رمية جانبية، ركنية لمصلحة نادي النجف. ماكنزي على لعب الركلة الركنية، ماكنزي يلعب الركلة الركنية على القائم الثاني من الرأسية لبعد من معين أحمد، عادة محمد صالح. محمد صالح يحاول إلى يونس حمود، تصويبة ضعيفة إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. تلعب الكرة ستار جبار البديل الذي دخل في بداية الشوط الثاني. ستار يلعب الكرة العالية باتجاه وانجا هنا الرأسية، وقعت كرة الخطيرة لكن بأحضان سرهنك محسن، بأحضان الحارس سرهنك محسن. ماكنزي يحاول ماكنزي تمرير يونس حمود إلى علي خالد. علي قاطع الكرة، لعبها إلى دلاهي لمصلحة نادي الكهرباء. تلعب الكرة العالية باتجاه وانجا، يحاول وانجا. علي فايز يلعب الكرة، وصلت الأمهاوي من أمام معين أحمد، وأبعاد الكرة عالية. حيدر مار، لعبها هناك لمعين أحمد. معين يلعب الكرة، قطعت، عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. هل يصوب دلاهي؟ يلعب الكرة إلى وقع رمضان، كرة الخطيرة والإبعاد من محمد جاسم في مرة أولى، وعلي حسين في مرة ثانية. إبعاد الكرة كانت من علي حسين،
لاعب خط الوسط الذي دخل بديلا لإياي بليف. بالسلامة بالسلامة لعلام هاوي. أكيد يعني نتكلم عن نهاية موسم، درجات الحرارة عالية، وبالتالي اللياقة ليست بأفضل أحوالها، والجهد واضح تماما على اللاعبين. هناك سوف يكون توقف بعد هذه الجولة من أجل الاستعداد الأمثل لمنتخبنا الوطني. هنا الكرة الخطيرة من وقاع رمضان الذي لعبها ضعيفة تماما. نعم ضعيفة تماما. أو اللاعب علي فاز، نعم برأس علي فاز من أمام وقاع رمضان. السلام لعلام هاوي. وراضش نيشل يتكلم مع الكادر الطبي لنادي النجف، يقول لاعبيكم سقطوا كثيرا على أرضية الملعب. خروج علام هاوي الآن إلى الخارج من أجل تلقي الإسعافات الأولية. السلام لعلام هاوي. خلاص 10 دقائق أخيرة بالنسبة لنادي النجف، ولعب في ملعبه 17 مباراة، فاز ب7 مباريات وتعادل ب3 مباريات وخسر 7 مباريات، سجل 23 هدف واستقبل. هنا الكرة الخطيرة لمصلحة نادي الكهرباء، والابعاد من ماكنزي، ابعاد من ماكنزي، عادت لأموري فيصل. أموري فيصل يلعب الكرة العالية باتجاه وقاع، رأسية فابرس ماجنم إلى الخارج، إلى الخارج، رمية جانبية. بعد الكرة من هذا التوغولي فابرس إلى الخارج. نجف هل يحقق انتصاره الثامن في ملعبه؟ أكيد قوة كبيرة في ملعب النجف، يعني لديه 9 انتصارات، 7 منها في ملعبه بالنسبة لنادي النجف. كرة الآن ستار جبار يلعب الكرة إلى علي خالد من جديد إلى أموري فيصل. أموري فيصل يلعب الكرة العالية، خروج يسار هاينكا، وابعاد الكرة المتابعة. معين أحمد يترك الكرة، هل ركنية أم ماذا؟ السلام لمعين أحمد. هناك اصطدام حدث، تبديل الآن للنجف. نسيم صيود، لا اللاعب شبر علي، نعم شبر علي يدخل الآن. شاهد اللقطة، نعم كان هناك احتكاك ما بين سرهانك محسن واللاعب وانجا رونالد. دخول شبر علي الآن. السلامة لوانجا رونالد الكاميروني القادم من نادي الطلبة. نقاش ما بين علي فاز ووقاع رمضان، اكيد نقاش ودي حبي بالنسبه لنادي الكهرباء. طبعا شاهد ماكنزي ايضا، يعني صفعه حبايب ما بين ماكنزي ووقاع رمضان. لاعب نادي الكهرباء 16 مباراه خارج ملعبه، فاز ب3 مباريات فقط، وتعادل ب6 مباريات وخسر 7 مباريات، سجل 14 هدف واستقبل 21 هدف، ومع هذا الهدف اصبح المجموع 22 هدف. ركنيه ركله مرمى على يد ركله مرمى. شاهد هنا اللقطه، نعم اخر من لمس الكره حيدر عبد الكريم، الكره براس حيدر عبد الكريم ومن ثم ذهبت الى الخارج. ركله مرمى لمصلحه نادي النجف. تلعب الكره العاليه، محمد قاسم يلعبها لا شبر، وهذا علي حسين يحاول المرور على حسين، قطعت من حيدر تمريره لستار، ستار لعلي خالد، كرة عالية طويلة من علي خالد وصلت لعلي فاز، علي فاز تمريره لمصلحة نادي النجف، عالي من محمد صالح، يحاول علي فاز استلام الكرة لكن علي خالد، وهناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. علي خالد يلعبها سريعا لمحمد دلاهي لمصلحة نادي الكهرباء. سويعيد ضغط من شبر علي على سويعيد،
شبر علي دخل بديلا لعلام هاوي. حيدر عبد الكريم، حيدر تمريره قطعت من شبر علي، يحاول المرور شبر لكن حسام كاظم موجود في التغطيه. من جديد مصعد نادي الكهرباء، حسام تلعب الكره العاليه الطويله داخل منطقه الجزاء، تترك لسرهينك محسن، تترك لسرهينك محسن. هذا وانجا رونالد. كرة الآن محمد صالح إلى جهة اليسار لماكنزي، ماكنزي أمامية من ماكنزي باتجاه يونس حمود صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن. النجف يحافظ تقدمه منذ الدقيقة 32 لغاية الآن. علي حسين لمحمد صالح إلى ماكنزي لعلي حسين مجددا. فريق النجف هنا التمريرة إلى مندي، طالت على مندي، دلاهي إلى وانجا، وانجا يلعب السويعيد، سويعيد يحاول المرور إلى وانجا داخل منطقة الجزاء، لكن طالت على وانجا وطالت على وانجا وإلى الحارس سرهينك محسن. خلاص آخر 5 دقائق على نهاية 90 دقيقة. تلعب الكرة الطويلة، كرة طويلة قربوا لها علي خالد، علي خالد تمريرة إلى أمجد رحيم، أمجد رحيم إلى حسام كاظم، أموري فيصل، تمريرة قصيرة قطعت من مندي. مندي فريق النجف هجوميا في الشوط الثاني لم نشاهده إلا في مناسبات قليلة، وهذه المحاولات لم تكن خطيرة إلا إذا كان هناك كلام من يونس حمود. يونس حمود تصويبة من يونس لكن أيضا ضعيفة، ضعيفة لدى أمجد رحيم. أمجد رحيم بيده لحيدر، حيدر مر من أمام علي حسين، حيدر عدى، حيدر ما زال يحتفظ بالكرة يلعبها لأموري، أموري وهناك لا وجود للخطأ، لا وجود للخطأ. الحكم قريب جدا، وصلت إلى مندي، مندي مع الكرة، مندي يمرر إلى أحمد ماكنزي، ماكنزي يلعب الكرة العالية بعيدة تماما إلى الخارج، إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى. تبديل الآن أحمد عايد، أحمد عايد الآن يدخل بديلا لسويعيد، أحمد عايد بديلا لمحمد السويعيد. أحمد عايد اللاعب المهاري، هذا هو محمد السويعيد الذي يخرج الآن، حاول إعطاء نفس على المستوى الهجومي بالنسبة للكابتن راضي شنيشل. ستار يلعب الكرة الطويلة باتجاه وانجا، تترك للحارس سرهينك محسن. سرهينك محسن يأخذ وقته قبل مسك الكرة. أكيد دقائق أخيرة، يعني ليس فقط الفوز مهم لنادي النجف من أجل 3 نقاط، لا، فوز مهم جدا من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وأيضا مسألة معنوية، نعم معنوية ونفسية وذهنية، لأن الفريق الذي يدخل بدوامة نتائج سلبية دائما يعني يحتاج إلى العودة إلى الانتصارات، يحتاج إلى انتصار، إلى فوز، وبالتالي ولي كريم يحقق أكثر من هدف من خلال هذا الانتصار. إذا تحقق الانتصار ما زال هناك وقت، والكهرباء ما زال يبحث عن التعديل. هنا رأسية حيدر، وانجا يحاول، وسرهينك محسن، سرهينك محسن وابعاد الكرة لا ركنية، ركنية إلى مصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء ما زال لم يرمي المنديل، لم يرمي المنديل، ووانجا حاول مع الكرة ابعاد من سرهينك، لعبة الركنية وإلى الخارج، رمية جانبية، رمية جانبية. نعم، لكن الفوز للنادي النجف فوز معنوي، نفسي، فني، ذهني، أكيد يحتاج إلى العودة إلى سكة الانتصارات، وأيضا الابتعاد عن منطقة الخطر، عن منطقة الهبوط، عن المراكز المهددة بالهبوط. وبالتالي نادي النجف يقاتل من أجل هذه النقاط الثلاث، من أجل هذا الانتصار، والكهرباء ما زال يضغط ويبحث عن التعديل، الخروج بنقطة من ملعب النجف الدولي. تبديلين، نعم تبديلان، دفعة واحدة لمصلحة نادي النجف الآن في الدقيقة الأخيرة. تلعب الكرة، وصلت لأحمد عايد، أحمد عايد يحاول المرور، مهاري أحمد، مهاري أحمد، تمريرة إلى دلاهي، حيدر يصوب بالقدم الغير مفضلة وبعيدة وإلى الخارج، إلى الخارج. ركلة مرمى، حاول حيدر عبد الكريم بهذه التصويبة،
تبديل لنادي النجف، رضا محمد وأيضا نسيم صيود التونسي. تبديلين في آخر دقيقة من عمر هذا اللقاء. محمد قاسم يخرج الآن، هناك لاعب سقط على أرضية الملعب. محمد قاسم يخرج بديل لرضا. انتظار، ومهند قاسم يطلب من اللاعب الخروج، من اللاعب الثاني الذي يخرج. وهناك بطاقة صفراء على علي فاز، بطاقة صفراء على علي فاز. من التبديل الثاني خروج علي فاز وخروج يونس حمود. نعم، رضا محمد بديلا ليونس حمود، ونسيم صيود بديلا لعلي فاز. تبديلين، وهناك أيضا بطاقة صفراء أخرى على فابرس ماغنم. مهند قاسم 13 دقيقة شوط إضافي إلا دقيقتين. نعم، كثيرة هي التوقفات بالشوط الثاني، يعني 5 حالات سقوط على أرضية الملعب من لاعبين نادي النجف خلال الشوط الثاني، وبالتالي 13 دقيقة كوقت بدلا عن الضائع. طبعا الاتحاد الدولي الفيفا يدرس الآن دراسة بجعل 90 دقيقة فعلية، يعني عندما تخرج الكرة للخارج يتوقف الوقت، لكن ما زالت هناك دراسة حول هذا الموضوع. الكرة الآن وصلت إلى ميندي تمريرة إلى البديل نسيم صيود، لكن لعب الكرة من علي خالد. ستار جبار يلعب الكرة لأحمد عايد. أحمد عايد مرور جميل، لاعب مهاري. تمريرة لأموري فيصل مع الكرة. أموري يحاول يلعبها هناك لجهة اليسار لمعين. معين يحاول المرور من أمام شبر، لكن شبر قطع الكرة. دلاهي بالرأس لحسام كاظم لمحمد دلاهي مجددا. دلاهي إلى أموري فيصل. أموري لأحمد عايد. أحمد يحاول المرور أمام أحمد قاسم، لكن قطعت الكرة. عادت لمصلحة نادي النجف. نسيم صيود يلعبها لمحمد قاسم، لكن عودة سريعة من أحمد عايد، وابعاد الكرة من أحمد عايد إلى الخارج، إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة نادي النجف. هذا أحمد عايد الذي تم اكتشافه مع نادي عفك، أو بلهجتنا الدارجة نادي عفك. ركنية الآن 3 دقائق انتهت من الوقت المضاف، متبقي 10 دقائق. ماكنزي على لعب الركلة الركنية. سهلة لأمجد رحيم، وركلة مرمى. الكرة خرجت، لعبت سريعا. أموري فيصل البحث عن الهجوم المرتد. معين أحمد ينطلق من جهة اليسار، يلعبها لمعين. معين من جديد لأموري فيصل. أموري يلعب الكرة، لكن قطعت من علي حسين إلى ميندي من أمام دلاهي. وهناك بطاقة صفراء على محمد دلاهي، واضحة البطاقة صفراء. سحب وشد على اللاعب دومينيك ميندي، اللاعب السنغالي. شاهد اللقطة. نعم، بطاقة صفراء مستحقة. خطأ الآن لمصلحة نادي النجف. تلعب الكرة العالية باتجاه رضا محمد إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف.
رمية جانبية لنادي النجف، أكيد يأخذ وقته بالكامل لاعبي نادي النجف بلعب هكذا كرات من أجل استهلاك الوقت المتبقي من الوقت المحتسب بدأ عن الضاع. تلعب رمية جانبية، نسيم صيود، نسيم صيود يلعب الكرة إلى رضا نسيم، 1-2 وصلت إلى ميندي، ميندي يبحث عن زي التصويب، تصويبا ميندي لكن بأحضان أمجد رحيم، بأحضان أمجد رحيم، أمجد رحيم يلعب الكرة العالية باتجاه وانجا، وانجا بالرأس أقرب لسرهيك محسن، أقرب لسرهيك محسن من وقاع رمضان. سرهيك محسن يسيطر على الكرة، شاهد تصويبة ميندي لكن تصويبة سهلة بأحضان الحارس أمجد رحيم. تلعب الكرة العالية وطويلة، يحاول فريق النجف لكن ابعاد من ستار، بالراس من شبر إلى علي حسين، يضغط حيدر وهناك خطأ، خطأ لمصلحة علي حسين في وسط الملعب، مصلحة نادي النجف. شاهد اللقطة، هناك اعثار واضح من حيدر عبد الكريم على علي حسين. تلعب الكرة فابرس، فابرس تمريرة خاطئة، أموري فيصل يلعبها باتجاه وقاع لكن أقرب لسرهيك محسن، أقرب لسرهيك محسن. أكيد سرهيك محسن يحاول كسب بعض الثواني، يحاول قتل الوقت، قتل المباراة خلال الهدوء بمسك الكرة. تلعب الكرة العالية من سرهيك إلى الخارج، ولي كريم اللي يحقق الانتصار على فريقه السابق، فريق الذي دربه في بداية الموسم. ولي كريم من ثم الاستلام من السيد راضي شنيش من الجولة 17 لغاية الآن. خطأ الآن لمصلحة نادي الكهرباء، دخلنا الدقيقة 7 من الوقت المضاف بدلا عن الضائع. خطأ الآن، محمد قاسم يطلب محمد قاسم الرجوع إلى الخلف، مسافة القانونية 10 ياردة. ستار جبار على لعب الخطأ، لاعب البديل ستار يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء الرئيسية من فابريس، رونالد رأسية لكن أقرب لسرهيك محسن، أقرب لسرهيك محسن ويمسك الكرة ومعها شقلبة جميلة من سرهيك محسن. أكيد يعني أبعد أكثر من كرة خطيرة نادي الكهرباء في الشوط الأول، أبعد كرة حيدر عبد الكريم، وأيضا في الشوط الثاني أبعد تقريبا 4 كرات خطيرة لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد ماكنزي، ماكنزي مع الكرة، ماكنزي يحاول المرور، تمريرة، لا وجود لأحد من لاعبين نادي النجف. أحمد عايد إلى حيدر، حيدر عبد الكريم، تمريرة لأموري، أموري فيصل، أموري تمريرة جميلة لأحمد عايد لمصلحة نادي الكهرباء. أموري يحاول المرور من أمام ماكنزي لكن قطعها ماكنزي، المتابعة ما زالت لأحمد عايد من أمام محمد جاسم. صعب المرور محمد جاسم، مدافع قوي، مدافع قوي محمد جاسم، نعم صعب جدا، صعب جدا المرور من هذا المدافع القوي. تمريرة الآن بحث عن الهجوم المرتد، دومونيك ميندي إلى رضا لكن قطعت، عادة السكند بول مصلحة شبر إلى ميندي، ميندي مع الكرة يلعبها لمحمد قاسم، يلعبها لمحمد قاسم، محمد قاسم من أمام ستار، محمد قاسم تمريرة إلى ميندي، مرت ما بين شبر علي وميندي، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. معين أحمد، معين مع الكرة، معين تمريرة باتجاه أحمد عايد، أحمد عايد واستلام الكرة من جديد مصلحة نادي الكهرباء. هل ينجح بالتعديل الكهرباء في الدقائق المتبقية في اللحظات المتبقية من هذا اللقاء؟ وهنا التمريرة، تمريرة وسهلة بأحضان الحارس سرهيك محسن. حاول أحمد عايد أن يمرر الكرة لكن أقرب لسرهيك محسن. كرة الآن شبر علي إلى ميندي، دومينيك السنغالي. صعب جدا بقاء في النجف في الموسم القادم، أكيد يعني الأندية التي لديها مال
سوف تدفع مهر هذا اللاعب. هنا الرأسية والمحاولة، وانجا استلام الكرة، وهناك خطأ. هناك خطأ أم تسلل على وانجا. وراضي شنيشل ما زال يأمل ويترقب فريقه يسجل هدف التعادل. خلاص دخلنا في الدقيقة 10 هنا. نعم لمس الكرة باليد من رونالد وانجا من الكاميروني. محمد جاسم إلى علي حسين، مندي مجددا إلى علي حسين، 1-2 لكن قطعت من دلاهي، عادت إلى حيدر عبد الكريم يحاول المرور لكن لا وجود للخطأ. قطعت مجددا مصعد نادي الكهرباء، معين أحمد إلى دلاهي إلى أموري لكن قصيرة من أموري. قطعت من فابرس، عادت مجددا لمصلحة نادي الكهرباء. 3 دقائق متبقية على نهاية 13 دقيقة التي أضافها حكم اللقاء مهند قاسم كحكم كوقت بدلا عن الضائع. الكرة لا ركلة مرمى، وقاع رمضان كان يطالب بركلة ركنية لكن ركلة مرمى الحكم يشيل. هذا هو شبر علي أيضا اللاعب البديل الذي دخل في الشوط الثاني. فابرس ماجنم يلعب الكرة الطويلة، راسية حسام كاظم، أموري فيصل يحاول أموري، خطأ على رضا، تمريرة من أموري إلى حيدر من اللمسة الأولى لأحمد أحمد عايد، هل يصوب أحمد؟ تصويبة من أحمد. الله 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 الله، أحمد عايد حاول بهذه التصويبة لكن الكرة مرت وذهبت من فوق العرض. حاول من خلال هذه التصويبة لكن الكرة ذهبت فوق العارضة للخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. سرهك محسن يترك ركلة المرمى إلى فابرس يلعب الكرة العالية الطويلة. النجف خلاص ويبدأ بالتفكير ب3 نقاط قبل نهاية الوقت المضاف كبدل عن الضائع. ستار يلعب الكرة العالية أقرب لشبر علي، تمرير إلى مندي، البحث عن الجيل المرتد، هل يخلص المباراة؟ مندي والكرة الخطيرة، تصويبة، جول! المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني في الدقيقة 12 بعد 90. خلاص النجف تسجل الانتصار، وراضي شنيشل خلاص ينظر إلى ساعته، ينظر إلى الوقت الذي انتهى بفوز فريق النجف بعد هذا الهدف، بعد هذه التصويبة القوية من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة خلف المدرج، نعم في المدرج الذي خلف مرمى الكهرباء. هنا حيدر عبد الكريم والمرور من حيدر والتمرير إلى معين، طولت على معين. خلاص 13 دقيقة انتهت التي احتسبها مهند قاسم. هل يضيف دقيقة بسبب تسجيل الهدف؟ هنا التمريرة وصلت إلى رضا، هل نشاهد هدف ثالث لمصلحة نادي النجف أم خلاص؟ نعم خلاص 13 دقيقة انتهت، وال14 الآن أيضا على وشك أن تنتهي. النجف يحقق الانتصار بعد 5 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، تعادلين سلبيين وطبعا 3 خسارات، تعادلين سلبيين. إبعاد الكرة
إلى ركنية من فابرس ماجنم. حاول نادي الكهرباء، نعم حاول، لكن اصطدم بسرهينك محسن، اصطدم بسرهينك محسن. وشاهد الجماهير وهي فرحة بهذا الانتصار، بهذا الفوز على حساب نادي الكهرباء. أموري فيصل على لعب الركلة الركنية، أموري يلعب الركنية، اصطدت، عادت إلى مندي، وهنا مهند قاسم يعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز فريق النجف على نادي الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء. سجل يونس حمود في الدقيقة 32، وسجل الهدف الثاني دومينيك مندي في الدقيقة 12 من الوقت المضاف بعد الدقيقة 90. مبارك للنجف وجماهير النجف، هارد لك لنادي الكهرباء. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.